السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة خفة وبنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نحضر معكم قراتان تاع البطاطا بكريمة الجبن، بنينة وخفيفة. المقادير: عندي بطاطا صغيرة غليتها بقشورها ونقيتها، راس تاع توم، ملح، كركم، فلفل أسود والزيت. بالنسبة للكريمة عندي الحليب اللي حناخد 3 كيسان منه، 4 مغارف مايزينا، 2 حبات بيض، وعندي الجبن الأبيض، وكذلك عندي هنا نص صدر تاع الدجاج. نبداو بسم الله. نجيب البطاطا اللي كنت غليتها ونقيتها، نضيف عليها الثوم، ونزيد نضيف عليها كمية معتبرة من الزيت باش تتحمر لي فيه مليح في الكوشة. نضيف الفلفل الأسود، كذلك رشة تاع ملح، ونخلط البطاطا تاعي مع الفلفل الكحل والملح والثوم والزيت، نخلطهم مليح. هكذا وندخلهم في الكوشة درجة حرارة مرتفعة، نخليهم حتى يتحمر لي مليح من الفوق، ونشعلها الكوشة من الفوق ونخليها تتحمر بيان. في الوقت اللي دخلت البطاطا تاعي في الكوشة جبت نص صدر تاع الدجاج تاعي، قطعته، درت له سنة تاع توم، ونزيد له كمية قليلة من الزيت ورشة تاع فلفل الكحل ورشة تاع الملح، ونضيف عليه الكركم. هنا تحبي تستبدلي الكركم بالكوري لك الاختيار. نمزج الجميع مع بعضهم ونحطهم على نار خفيفة، ونبقى نقلي في الدجاج تاعي على نار خفيفة حتى يطيب لي ويصبح لي بهذا الشكل. هنايا نطفي عليه النار ونحطه على جنب. دركا راح نحضر معاكم كريمة الجبن لا كريم وفرomage. راح نجيب 3 كيسان تاع الحليب، ونضيف عليهم 4 مغارف تاع مايزينا، ونزيد نضيف عليهم 2 حبات تاع البيض، رشة فلفل أسود، قليل من الملح، وكذلك راح نضيف كمية مليحة من الكركم اللي راح يعطيها اللون والطعم رائع. نخلط بارد في بارد ونحطهم على نار خفيفة، ونبقى نحرك فيهم حتى الخليط تاعي يعقد لي ويخرج هذه الفقاعات. نحيه من فوق النار، نحطه ونضيف عليه 5 قطع تاع جبن أبيض. الجبن على حسب يعني الذوق، تقدري تستعملي أي نوع من الجبن. نحركهم حتى يذوب الجبن فيه. من بعد نرجع للبطاطا تاعي اللي راهي تحمرت لي، نضيف عليها الدجاج اللي كنت حمرته معاكم في الزيت والملح والثوم والكركم، ونفرغ فوقها لا كريم وفرomage، كريمة الجبن اللي حضرتها. نغطي كامل البطاطا تاعي وندخلها في الفرن، وهذا هو الشكل تاعها بعد ما شعلت لها غير من الفوق. تحمرت لي خاطر كلش طايب في طايب. الشكل النهائي لطبق اليوم اللي هو جراتان او كريم وفرomage. نتمنى الوصفة تاعي تكون عجبتكم وتجربوها
ونقول لكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.